في حلقتنا هنتكلم عن مخطط تفتيت العالم الإسلامي، وهنعرف مع بعض أهم ما قيل من الصهاينة لتفتيت الدول العربية والعالم الإسلامي. فعلى السريع خلينا نبدأ. من القضايا المهمة اللي بتشغل كل متابع لوضع الوطن العربي هو قضية مخطط تفتيت العالم الإسلامي، واللي بدأ مع توقيع اتفاقية سايكس-بيكو في سنة 1916، واللي تنفيذها كان مقدمة لإسقاط الخلافة الإسلامية في سنة 1924 والقضاء على رمز الوحدة اللي فضل قائم من وقت ظهور الإسلام حتى سنة 1924. ولعلمك فكرة وخطة تجزئة وتقسيم الدول العربية قديمة ومتجذرة في التفكير الاستراتيجي والاستعمار الصهيوني. ومن بعد سقوط الخلافة الإسلامية العالم الإسلامي انقسم لكيانات ضعيفة وصل عددها ل 60 كيان أو دولة. ومع قيام دولة إسرائيل في قلب العالم العربي في سنة 1948 اتفتح باب لمرحلة أكبر وأخطر في خطة تفتيت العالم الإسلامي. فمثلا المستشرق الصهيوني برنارد لويس دعا من وقت قيام دولة إسرائيل في سنة 1948 لإعادة تفتيت بلاد المسلمين على أسس دينية وعرقية ومذهبية بإضافة أكثر من 30 كيان سياسي جديد بهدف تقسيم العالم الإسلامي ل 90 كيان أو دولة بدلا من 60 دولة أو كيان اتكونوا بعد اتفاقية سايكس-بيكو في 1916، وكل ده كان بهدف ضمان أمن إسرائيل. وبدأ تنفيذ المخطط ده من خمسينيات القرن العشرين، وكتب عنه موشي شارت رئيس وزراء إسرائيل في مذكراته في سنة 1954، وقال إن تقوية الميول الانعزالية للأقليات في العالم الإسلامي بالإضافة لصب النار في مشاعرهم وتوجيههم للمطالبة بالاستقلال والتحرر من الاضطهاد الإسلامي حسب كلامه، فده كله هيكون عمل إيجابي هيدمر الاستقرار في العالم الإسلامي. وفي ثمانينيات القرن العشرين نشرت المنظمة الصهيونية العالمية استراتيجية إسرائيل، واللي فيها تفصيل لمخطط تفتيت العالم الإسلامي، وجاء فيها إن العراق أقوى من سوريا وخطره العاجل على إسرائيل أكبر، وعليه فإن تفتيت العراق أكثر أهمية في البداية من تفتيت سوريا. واستراتيجية إسرائيل في الثمانينات جاء فيها إن لو مصر تم تفتيتها فباقي الدول العربية تفتيتها هيكون أسهل، وده الضمان الحقيقي لبقاء إسرائيل. وفي سنة 1992 تم عقد ندوة متخصصة في إسرائيل حول الأقليات في العالم العربي، وكان من توصياتها أن الأقليات الموجودة في العالم العربي تعتبر شريكة لإسرائيل في المصير، وتعتبر حليفة إسرائيل في مراجعة الإسلام والقومية العربية. وعليه تم إحياء لغات ميتة عشان تستخدمها الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي بدلا من اللغة العربية الأم. ومن 1992 اتحركت مؤسسات كهنوتية بهدف تحويلها لمشاريع دول وكيانات سياسية مستقلة. وللأسف مخطط تقسيم وتفتيت العالم الإسلامي مكتوب ومنشور بكل اللغات، وتنفيذه بيتم أمام أعيننا وأسماعنا وأبصارنا، وناس كتير بتتكلم عن مخطط تقسيم، ولكن لا الحكام ولا الشعوب مدي الموضوع أي اهتمام لحد ما الدول العربية والإسلامية هتلاقي نفسها اتقسمت وأصبحت كيانات قائمة على أساس من العرق والدين والملة. ودلوقتي خلينا أقول لك أهم المقولات اللي قيلت في تفتيت الدول العربية والإسلامية. ديفيد بن غوريون قال إن عظمة إسرائيل مش في قنبلتها الذرية ولا ترسانتها المسلحة، ولكن عظمة إسرائيل بتكمن في انهيار 3 دول واللي هم سوريا والعراق ومصر. وقال إن العبرة مش في قيام دولة إسرائيل، ولكن العبرة في الحفاظ على وجودها وبقائها، وده مش هيتحقق غير بتفتيت سوريا والعراق ومصر. وكلام ديفيد بن غوريون بيمثل استراتيجية الكيان الصهيوني وسياساته عن سيناريوهات تقسيم الدول العربية والإسلامية. وموشي شارت قال إن تنفيذ خطة تفتيت وتقسيم الدول العربية هيبدأ يتحقق عن طريق إثارة سلسلة من الهزات تضرب الشرق الأوسط، وبناء عليها تسقط أنماط سائدة ودول قائمة، وهتتكون منها قوالب وكيانات ودول جديدة. وساسون كان شايف إن تفكيك الكيان اللبناني هيخلخل كيانات الدول العربية وهيحبط خططها للتوحد، وإنه هيجعلها أمام العالم دول متنازعة بتحاول أي دولة منهم ابتلاع جارتها. وفي ثمانينيات القرن العشرين اعتمدت إسرائيل استراتيجية أوديد بيبي-نون، واللي أساسها بيقوم على أن الكيانات العربية هشة سهل هدمها بسبب خليط الأقليات الإثنية والدينية المتعادية فيها. واستراتيجية أوديد بيبي-نون بتقوم على الواقع العربي بشكل عام وعلى سوريا والعراق بشكل خاص. ومضمون وثيقة أوديد بيبي-نون أن تفتيت لبنان يعتبر بمثابة سابقا للعالم العربي برمته بما فيهم سوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى أن تفتيت سوريا والعراق لمناطق عرقية ودينية قائمة بذاتها، فكل ده بيعتبر الهدف الرئيسي لإسرائيل على الجبهة الشرقية على المدى الطويل، بالإضافة لتفتيت القوى العسكرية لسوريا والعراق على المدى القصير. وعلى حسب وثيقة أوديد بيبي-نون سوريا هيكون مآلها التمزق حسب تركيبتها العرقية لعدة دويلات، والعراق الغني بالنفط من ناحية والممزق داخليا من ناحية أخرى، مرشح مضمون للأهداف الإسرائيلية للتمزق والتفتيت. وبالنسبة لشبه الجزيرة العربية فتعتبر مرشح طبيعي للتمزيق والتفتيت تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية فيها.
وده أمر ما فيش مفر منه، وخاصة السعودية سواء ظلت قوتها الاقتصادية قوية أو نقصت على المدى البعيد، لأن الانشقاقات والانحلالات الداخلية فيها تبدو واضحة وطبيعية وتقود للتقسيم والتفتيت. وبالنسبة لمصر والسودان، وثيقة أوديت ببنون بتقول إن إمكانية تفتيتهم أصبحت سهلة، لأن إقامة الدويلات الدينية والعرقية فكرة استراتيجية في التخطيط الصهيوني لمستقبل الوطن العربي، لأن الاستراتيجية الصهيونية بتقوم على تجزئة المجزأ من الدول المحيطة بإسرائيل لدويلات متناحرة. وده الحل التاريخي الوحيد والجذري لضمان أمن إسرائيل وضمان استقرارها وتوسعها وسيطرتها على الشرق الأوسط. ولحد هنا انتهت الحلقة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.